أول شي بدي هني الجمهور والعالم والمتابعين إنه وأخيرا خلصنا من المسلسل، وأخيرا خلصنا من مياعن قصي خولي ونادين نسيب الجاي. خلينا نبلش بالقصة الملحمية للمسلسل. في بنت اسمها خيال بتكتئب وبقرر إنها تنهي حياتها، فبتروح على صخرة الروشة تسد حالها لأنه هي معها هوية ما مع إخراج إيد، مدري معها إخراج إيد ما معها هوية، ومخطوبة لحدا أزعر بشغلها بالمخدرات. المهم هي عم بتزت حالها بالصدفة بيكون في شخص طالع من الحبس جديد اسمه ياقوت بيشوفها فبينط وراها لينقذها. طبعا كتر ما الإخراج فظيع وهوليوودي ما بنشوف هاي اللحظة، بنشوفهم بس إنه بعد فترة انخطبوا، وبعد يوم واحد من الخطبة تنخطف خيال وكل بنات الحي. ليش؟ لأنه بيكون خطيبها القديم الأزعر بده ينتقم منها، وهون بقى بتبلش جلعصات تبع عصابات ومخدرات ودعارة وكل هاي الجعصة الموجودة بكل مسلسلات قصي خولي ونجيب نسيب نجيم. بالأخير طبعا ياقوت بحل القصة وبيوصل للمجرمين هو والشرطة وبيتم القبض عليهم وبيتزوجوا وبيعيشوا بسبات ونبات. في 3 إيجابيات للمسلسل خلينا نحكي عنهم. أول شي إنه اللي عامل الموسيقى التصويرية هو مايك ماسي اللي أنا كتير بحبه قلوب 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 قلوب. تاني شي إنه الحمد لله المسلسل بس 15 حلقة وخلصنا منه. ثالث شي والأهم هو وكتير الحمد لله إنه نادين نجيم انخطفت من تاني حلقة وبطلنا نشوف مشاهد المياعة والرومانسية البايخة هي وقصي خولي، وشي تحت المطر وشي بحبك وهيك، يعني كتير شغلات مبتذلة ونسمع جمل مثل يسعد لي الله منتجاته. أنا ما بعرف من وين قصي خولي بيجيب هذا الغزل، ولا هي اللازمات، يعني ما بعرف لازمات كتير بشعة، يعني مثل ب2020 كان علقنا جملة تبع يا عفو الله، وما بعرف هو تحسوا نفس الشخصية اللي ب2020 بهذا المسلسل. كتير بين قصي خولي انه ما عم بيحسن يقدم شي جديد الصراحة، حتى بتحسوا انه المسلسل مصور نفس الحي الشعبي وبنفس الاماكن ونفس اللوكيشن. مصالح مقررات الحي بس ركبوا على بلدكم بكون اريح كمان. بيحاول المسلسل يستعرض قضايا اجتماعية واقعية مثل قصة العنصرية بين السوريين واللبنانيين وقصة اقتحام المصارف، بس ربط هاي القضايا بأحداث المسلسل كان كتير فاشل وما منطقي. يعني مثلا بالحي اللي عايش فيه قصي خولي في شخص دائما بيعمل معه مشاكل وبيتخانق معه وبيكسر له سيارته، وبتقول له انه يلا رجعوا على بلدكم. بس يعني المسلسل ما اعطانا ابعاد هاي الشخصية الشريرة ولا ليش هيك عم يعمل، بس انه فرجانا اياه انه هو شخص عنصري وشرير بدون سبب. والاسوأ من هيك انه رتت قصي خولي بتكون عليه اعنف بكتير، فهو بجمع كل زعران الحي وبروح يا بيضربه يا بيقتله يا بكسر له محله بطريقة كتير عنيفة. اما قصة اقتحام المصارف فهي قصي خولي بيروح على المصرف وبياخد وديعة ابوه بس لانه هو ماسك زلة على ضابط إلها علاقة طبعا بجلعصة المخدرات والدعارة وهي القصص، بدون ما يفرجونا ليش العالم وصلت لهي المرحلة ان هي تقتحم المصارف وشي اللي خلاهم يصيروا بهذا المكان. فبرأيي ربط الأحداث بهاي القضايا كان كتير فاشل. في عندك اكثر من 300 دولار في الشهر. 300 دولار خليهم بجيبتك، ما جايش حالك الان. بيي له 40,000 دولار بدي اياهم مو ناقصين ولا دولار. يا ريت تكون عم تسمعيني. اسمعوني يا جماعه يلي بالبنك يلي عم يشتغل، انا بيي له 40,000 دولار هون جاي اسحبهم كاملين. في حدا ما فهم؟ ما بعرف ليش تم اختيار شخصية سورية لاقتحام المصرف. ليش ما الكاتب اختار شخصية لبنانية تقتحم المصرف مثلا؟ لأنه هل من المعقول أنه شخص سوري يقتحم مصرف بلبنان وما ينحبس؟ ايه هو على إقامة ممكن ينحبس وما نشوفه أبدا. تاني شي في شغلة كتير بشعة بالمسلسل، إنه ليش دائما الناس اللي عايشة بالأحياء الفقيرة هي لازم تكون عم تشتغل بأعمال قذرة، مخدرات أو دعارة أو إلى آخره يعني. وهالشي تكرر بأكثر من مسلسل، ما بعرف ليش معلقين على هي القصة، وإنه قصة خيال هي ما عندها أوراق ما كان إلها أي طعم، خاصة إنه المسلسل ما عالج هذا الموضوع بالطريقة اللازمة. يعني نحن ما بنعرف ليش ما عندها أوراق أو شو الأسباب القانونية اللي ما بتخليها عندها أوراق، فهذا الشي كان حسيته بس للترويج مو أكتر. بس انت ما اعطيتيني فرصه تشوفيني كإنسان.
شوفي جويتي، قلبي، نفسيتي، اخلاقي. خلصتي حكي؟ ها؟ الله معك. خيال بطلة لا تموت أبدا، يعني مهما ما صار مستحيل يقتلوها بالمسلسل. بتخون العصابة، بتتضارب معهم، بتهرب منهم، عندهم استعداد يقتلوا كل رفقاتها اللي معها إلا هي ما بدهم يقتلوها. حتى لما بيجي حدا بده يغتصبها بيجي حدا من أفراد العصابة وبينقذها. يعني الصراحة ما في مبرر ليش هي ما عم بيصير عليها شي غير إنها بطلة العمل لا أكثر. قوس، قلنا يلا قوس، بس تذكر منيح انه لا تدفع حق دمي غالي كثير. قلنا رح اكون بنيتك، اعدم يا حالك بحالك. قلنا قوس. ابو دهب، ابو دهب، خيال. تقييمي للمسلسل هو 3/10. صحيح القصة مجلعصة بس الإيقاع مشدود وبتحسوا دائما جاي بالكم تحضروا الحلقة يلي بعدها. كنت معكم أنا نور وهذا النقد الهدام. سلامات. شو يا ياقوت؟ أنا مش ياقوت. خيال بطيخة مش فارقة. ليش هيك صوتك؟ أنت دوب بتخير مش شرير؟ لا أنا بلعب دور الضابط الشرير بالمسلسل، مشان هيك صوتي هيك مثل الأشرار بأفلام كرتون. كيف راح صوتك؟ العصابة شالت حنجرتي، شالت صوتي. هاي صوتي بنت كلب.